سلام الله عليكم يا بنات، واهلا وسهلا بكم في قناتكم افكار وابداعات مع لولو. تلبيه لطلباتكم اليوم جئتكم بطريقه صنع للنابخو التي تكرر طلبها كثيرا، وانا دائما عند طلباتكم. اليوم باذن الله سنقوم بتعلم طريقه عملها خطوه بخطوه بكل التفاصيل الممله. هذه هي النكوات التي كنت قد جهزتها من قبل، طبعا قطع متفاوته في الاحجام، هذا هو المطلوب دائما في كل طقم. سنتعلم مع بعض في نموذج صغير، نتعلم الكيفية الطريقة بكل خطواتها الصحيحة. هنا لعمل وتعلم هذه طريقة عمل هذه لنابخو سنحتاج بطبيعة الحال إلى هذه الشبكة، أعتبرها نوع من القماش توجد متوفرة في الأسواق، يعني تكون مثقوبة تباع بالأمتار بسعر معقول جدا. نحتاج إلى هذا الستريس أو يسمى ليفهمنا أشقاؤنا العرب يسمى بالألماس البلاستيكي، يوجد يباع أيضا بالأمتار وبأسعار معقولة. نحتاج إلى هذا النوع من الخرز الذي يكون مسطح من الخلف حتى نتمكن من إلصاقه، ونحتاج إلى بابي كويسون أو ما يسمى بورق الشمع أو ورق الطهي، سأتكلم عنه وأشرح أكثر لتفهموني. نقوم بقص الأشكال المرغوب عملها من الورق، سواء قلب أو نجمة، مربع، مستطيل، بيضاوي، ما تريدون. نقوم بتمثيله على الورق بأحجامه المختلفة، ثم نبدأ في التطبيق على الشبكة. أنا هنا اخترت هذا القلب الصغير، سأقوم بعمل نموذج لقلب صغير معكم. قمت بطي القلب وإدخاله في وسط الشبكة، ونقوم بقص الزوائد، لاحظوا معي، حتى نتحصل على شكل قلب. قلت بإمكانك عمل أي شكل، بيضاوي، مربع، مستدير، نجمة. أنا هنا أعجبني شكل القلب، أردت تعلمه معكم. المهم أن تفهموا الطريقة الصحيحة. بهذا الشكل تحصلت على هذا القلب من الشبكة، أظن أنه واضح. الآن بالنسبة لطريقة الإلصاق الخرز، هنا نحتاج إلى بابي كويسون أعيد أو ورق الشمع أو ورق الطهي. هنا هذا الورق نستخدمه في الطهي، نضعه على الصواني مثلا في طبخ الكيك، يعني متوفر والله. سأترك لكم مزيد من المعلومات عنه في صندوق الوصف حتى دائما تفهمون. هنا نبدأ في إلصاق الخرز. وما هو دور هذا ورق الشمع؟ دور ورق الشمع أننا عند إلصاق الخرز من المعروف أن الشبكة مثقوبة، وبالتالي سيمر مسدس السيليكون إلى أسفل، يعني مثلا لو كانت طاولة لتمزقت معكم الشبكة ولا يمكنكم عمل هذه لنابخو. لذلك هنا السر في هذا الورق، لأن مسدس السيليكون لا يلتصق على هذا الورق نهائيا. لذلك قوموا بالعمل بشكل عادي جدا، وبعد الانتهاء تقومون بنزع الشبكة، فلا يوجد أمامكم أي مشكلة. طبعا الكثير من البنات يشرحنا طريقة عمل هذا لنابخو، مع ترك هذا السر يعني لن يقولونه، وبذلك تفشلوا في صنع النابخو. إذا هذا هو السر المهم في طريقة عمل هذا لنابخو، لأنكم لو تخليتم عن ورق الشمع طبعا ستتمزق الشبكة ويلتصق النابخو فوق الطاولة. هنا أنا أنهيت إلصاق الخرز ووصلت إلى الخرزة الأخيرة، سأحاول وضعها لأن المكان ضيق جدا، لكن لا يمكنني ترك فراغ. بهذا الشكل يعني تتبعت شكل الشبكة وتحصلت على شكل قلب، يعني حوالي الشبكة نضع هذا الخرز. لاحظوا هي ملتصقة، لاحظوا كيف أزيلها بكل بساطة. لاحظوا يعني عمل نظيف نقي من الأسفل، وأيضا بابي كويسو لم يلتصق فيه ولا أي نقطة من مسدس السيليكون. هذا هو سر نجاح هذه لنابخو. الآن نتطرق إلى طريقة إلصاق هذا الألماس بلاستيكي. قلت يباع في الأسواق بالأمتار بلونين فضي وذهبي ويسمى بالستاك. هنا سأقوم بوضع سطر واحد، يعني التزاما بباقي القطع، لأن كل مجموعة يعني مثلا اخترتي شكل القلب تكون كل المجموعة بشكل القلب وبنفس المنوال، فقط الحجم يختلف. ها هو شكل بعدما قصصت يعني سطر واحد. الآن سأبدأ بإلصاقه بمسدس سيليكون عادي. لا تهابوا، نقطة مهمة، لا تهابوا مسدس سيليكون، ضعوا مسدس سيليكون عادي، لا تقلقوا، لن يلتصق مادام ورق الشمع تحت لنابخو لن يلتصق أي شيء. هنا إذا لم يتوفر لديك، دائما نحن نتكلم في حالة ما إذا لم يتوفر لديك هذا الورق، قومي بالإلصاق، ثم يعني بعد فور ما تلصقي اسحبيه من الطاولة، لا تتركيه يلتصق على الطاولة، وأعتبر بأنه سيكون عمل صعب عليك. إذا أنا هنا فقط أقوم بتدوير هذا السطر من الماس البلاستيكي حول هذا القلب. يعني هنا أنا معروف عني بأنني أقوم بعمل بشكل قلب. إذا كان شكل نجمة سيكون أكثر دقة، الأسهل هو الشكل الدائري والمربع.
هنا بالنسبة لغير ربما الأشقاء العرب حتى يفهموني، هذه اللي نابخو هي توضع على تأخذها العروس معها في الجهاز، تقوم بوضع عليها المناكير، العطور، هذه الأنواع تقوم بوضعها بفرشها يعني، وتقوم بوضع العطور عليها. ولا أستطيع الشرح أكثر، تخونني المصطلحات في إفهامكم، لكنني أظن بأنها واضحة غرض استخدامها. الآن بعدما أنهيت إلصاق هذا السطر سأقوم بقص، سأريكم في الجانب الآخر 4 سطور، 1 2 3 4 سأقصها بهذا الشكل. العرض 4 دائما امشوا بالعرض 4. لماذا؟ لأنني أنا في القطع السابقة قمت بقص العرض 4، أما الطول تحكمي فيه. لاحظوا هنا قمت باستخدام 4 في كل القطع، لذلك سأبقى أمشي ب4 بهذا الشكل. الآن سأحدد المنتصف، أقوم بوضع مسدس سيليكون أكمشها حتى أتحصل على بابيو أو فراشة صغيرة أضعها بالجانب بهذا الشكل. أضع عليها حجرة من نفس الحجر المستخدم بطبيعة الحال، بهذا الشكل، وأضعها بجانب القلب. انظروا كيف أزيلها بكل سهولة بدون أي نقطة على مسدس على البابي كويسون، وحتى على الناط من الخلف يكون خالي من أي كواليس، عمل نظيف جدا. هنا باستخدام قص صغير قوموا بقص زوائد المسدس سيليكون أو زوائد أيضا الشبكة بهذا الشكل. هذه هي اللي نبخو بعدما أنهيتها معكم. هنا أنا معروف عني أني أحب البساطة دائما. أنتم إذا كنتم تريدون عمل أكثر جاذبية قوموا بعمل سطر آخر من الخرز بعد وضع هذا الشريط من الاستخاذ، قوموا بوضع الخرز، أو بإمكانكم وضع شريطين من الخرز وشريط واحد من الخرز في الوسط وشريطين من الاسترس، يعني هذا يعود إليكم. أنا دائما أحب البساطة وأحب الهدوء في أعمالي. أذواق، مسألة أذواق. إذا هذا هو الشكل النهائي لعملي الذي أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. بالنسبة للبنات اللواتي يطلبن مني طلبات لا تقلقوا، أنا لا أنساها، أنا أسجلها كلها فقط، كل شيء في وقته يكون جميل. لا تنسوني من ضغط لايك، الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم.